السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة هنعمله مع بعض بقى يا جماعة احلى حواوشي في البيت، حاجة اقتصادية وموفرة وحاجة نظيفة وحاجة كده تحفة. هنعمله معانا ايه؟ كيلو من الدقيق بس. يلا نصلي على النبي الاول ونقوله يا هادي، ونصلي على الحبيب قلبنا يطيب يا حبايب قلبي. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد من قناة يوميات ام حنين يا حبايبي. يلا نخش على المكونات بتاعتنا. كيلو دقيق، شوية ملح، معلقة خميرة كبيرة، وهنقلبه كده كله المكونات الجافة كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. دي العجينة بتاعة الحواوشي. وشوية مية دافية فترة كده، ماشي. وهننزلوا بيها على العجين بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. هنعمله فحرة كده في النص وهننزلوا بالعجين بتاعنا زي ما انتوا شايفين، ونقلبه فيه لحد ما يشرب معانا المية. جبنا شوية مية كمان وبقينا ندوا ايه شوية مية بشوية مية كده لحد ما ايه يتلم معانا العجين الدقيق ويبقى معانا عجينة زي ما انتوا شايفين. يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. يا جماعة بالله عليكم بالله عليكم يا ريت تكملوا الفيديو للآخر علشان خاطر القناة دي واقعة خالص واقعة خالص واقعة خالص. يا ريت تكملوا الفيديو للآخر يا جماعة، مع لايك مع تعليق جميل منكم كده يشجعني ان انا اعمل حاجات وانزلها لكم. القناه واقعه خالص وديت مصدر رزق، فيا ريت يا ريت يا ريت تساعدوني وتشجعوني ان القناه تكبر معاكم. ماشي يا حبايبي؟ يلا نصلي على النبي ونخش على بقيه ايه العجينه بتاعتنا. بصوا احنا عملناها ساعة ما لميت الدقيق بالمية. انا نزلت عليه بربع كوباية من الزيت، وهننزله كده الرخامة بتاعتنا تكون نظيفة، ونروحوا نازلين بقى لاتين كده. كده اسهل بكتير من اللي احنا نعملوها في البلاستيكة او نعملوها في العجانة. دي اسهل بكتير، بتلم معاك العجينة وبتخليها زي الفل زي ما انتوا شايفينها كده يا حبايبي. نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. ويا جماعة اللي مشتركش في القناة يشترك، هتشوفوا حاجات جديدة وهتشوفوا حاجات فيديوهات جديدة. بس يا ريت بس تشجعوني في القناة، تشجعوني ان انا اكمل فيها، لان بصراحة انا مش شايفة دعم فيها خالص، مش شايفة مشاهدات فيها خالص. القناة واقعة خالص، بتعب فيها ومش بلاقي تعبي والله العظيم. ودي مصدر رزق ليا ولعيالي. فيا ريت تشجعوني ان انا اكمل فيها واعمل واكمل فيها. بصوا يا حبايبي، دي بقى اللحمه بتاعتنا. ده نص كيلو من اللحمه المفرومه، معايا 3 فلفلات وقرن شطه كده حراق حسب ما انت عايزاه حراق عايزاه بارد زي ما انت عايز. معايا 3 بصلات زي ما انتوا شايفين كده، وهناخدهم في الكبه بتاعتنا الجميله الهايله دي ونروح ضربينهم ضربتين. هنضربوا البصل لوحده الاول وبعد كده هننزله باللحمه بتاعتنا. ماشي يا حبايب قلبي؟ يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنضربهم ضربتين زي ما انتوا شايفين كده، ونروح نازلين باللحمه بتاعتنا عليه عشان نتجمع نلم اللحمه بالبصل بالفلفل. ولو لو انت عايزاه سبايسي بتحط قرن الشطه حراق، عايزاه بارد بتسيبيه زي ما هو، بتحطي قرن بارد. وديت بتحطي عود خضره فريش كده بس مش كتير. بس انا ما كانش عندي خضره فريش، فايه رحت حاطه خضره من عندي من الفريزر، كانت لسه برضو انا حطاها طازه يعني مش مركونه كتير. ماشي يا حبايب قلبي؟ يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي عاجبه الفيديو يقول الله ينور عليك يا ام حنين، وشجعوني زي ما قلت لكم. التوابل بتاعتنا بقى شويه بهارات، شويه فلفل، شويه بابريكيو، شويه ملح. ونروحوا بقى ضربين ضربه كمان عشان نعملوا البهارات نلفوا اللحمه بالبهارات بالبصل بكله. طريقه سهله جدا 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 يا بنات، ولا اسهل من كده. كده حضرنا بقى ايه اللحمه بتاعتنا، ريحتها بس طالعه كده تحفه. تمام. طريقه الحواوشي سهله جدا يا جماعه وبسيطه. شوفوا العجينه هشه ازاي وخمرانه وزي الفل. هنقرصه بقى. انا بعمل يا جماعه الرغيف بعمله بقرص له تقريصتين. تمام، يعني هتعملي 5 رغيفة هتعملي 10 تقريصات، هتعملي 6 رغيفة هتعملي 12 قرص. تمام، زي ما انتوا ايه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. والتقريصه زي ما انتوا شايفينها زي الرقاقه زي البكومه، تبقاش كتير كبيره عشان ايه الرغيف ما يبقاش تقيل، يبقى خفيف. ماشي. العجينه معايا طريه وزي الفل اهي. ماشي، وخمرته بقت زي الفل يا جماعه. طريقه الحوش سهله جدا وبسيطه جدا. ادي يا حبايبي اهوت التقريص بتاعها اهو. ده الحجم بتاع العجينه. جبنا اللحمه وقسمناها كده علشان ايه
اخد الكوره واعمل بيها على طول في الرغيف. قعدنا بقى في البلكونه قدام الفرن كده، جبنا بقى الترابيزه بتاعتنا الهايله اللي انا بص هعمل معاكم البدع فيها باذن الله. ونجبنا شويه الدقيق والسريع بتاعنا بقى وهنقرص. هوريكم التقريصه دلوقتي قد ايه وانا بعملها ازاي. سهل وحاجه روعه ونضيف وحاجه انت ضمنها في بيتك ووفرت كمان. انت لو رحت جبت رغيف الحواوشي المتوسط من بره دلوقتي بيعمل له 40 جنيه 45 جنيه، لا انت بنص كيلو لحمه عملتي. هعمل معاكم 7 رغيفه من الحواوشي يا حبايبي، 7 رغيفه من الحواوشي، ما كلفونيش حاجه، كل حاجة من البيت. واللحمة انا اشتريتها والدقيق كان موجود، مش بيكلفوا حاجة يا جماعة. كفاية بس نظافة الحاجة، كفاية ان انت ضامنة الحاجة اللي انت عاملاها. يلا نصلي على النبي. زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي اللي يسمع الفيديو كملوا للاخر بالله عليكم. القناة واقعة خالص ودي مصدر رزق ليا ولعيالي، عايزة اكبرها. انا نفسي اكبر القناة ديت علشان خاطر تدخل لي دخل. انا بقالي سنتين فيها ما دخلتليش حاجة خالص. يا ريت اللي يتفرج يكمل لي الفيديوهات للاخر، الله يبارك لكم. ماشي يا حبايبي، ادي التقريصه. شفتوا انتوا عاملين ده الحجم اللي انا بعمله. هو الحجم عشان بعيد انتوا مش شايفينه قوي، هو الحجم انتوا الرغيف هتشوفوه، انتوا شفتوه في اول الفيديو. ماشي، الحجم حلو يعني، حجم الرغيف حلو بيكفي نفر. ماشي يا حبايبي، هو قدامكم عشان الكاميرا بعيده حاسين اللي هو صغير، انما هو مش صغير. هجيب اللحمه بقى بتاعتها اهيت وهفردها زي ما انتوا شايفين كده. هفردها بقى على الرغيف اهوت. بص هفردها كده بايديا شويه واروح حطها على الرغيف زي ما انتم شايفين كده. ريحه اللحمه يا جماعه نيه بس طالعه ما شاء الله عليها، مش اللحمه طالعه تحفه ما شاء الله. ماشي يا حبايب قلبي، يلا نصلوا على الحبيب قلبنا يطيب. قولوا الله ينور عليك يا ام حنين، وعايزه كومنتات بقى من نار كده تشجعوني فيه. ماشي يا حبايبي، ادي يا حبايبي اديني فردت اللحمه زي ما انتم شايفين، وجبت الرغيف التاني اللي انا فرداه وحطيت الطبقه دي على الطبقه دي زي ما انتم شايفين كده. وهنلفوها بايدينا زي ما انتم شايفين كده. هنلفوها ونروحوا مبططين بايديا ونروحوا جايبينه في الصينيه وحاطينه في الفرن. ونار الفرن بتبقى نار هاديه، نار هاديه جدا عشان الرغيف يستوى معاكي واللحمه بتاعتنا تستوى ويطلع لونه احمر حلو كده، ما يبقاش لا محروق وني من جوه. يعني النار بتبقى هاديه بتاعت الفرن. ادي يا حبايبي رغيف الحواوشي اهوت. حبه بقى عندك حبه البركه، عندك سمسم، حبه تحط على الوش الحاجات ديت حطي، مش حبه خلاص دي حاجات ايه اختياري مش اجباري. هنجيب الصينيه بتاعتنا هي وحطينا الرغيف بتاعنا فيها وهندخله الفرن بقى. على فكره يا جماعه هي الكاميرا بعيده مبينه الرغيف صغير، لا هو مش صغير هو وسط. انتوا هتشوفوه في اول الفيديو هتشوفوه في اخر الفيديو قد ايه. ماشي يا حبايب قلبي، يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. وادي كده الرغيف التاني ما خدش معايا حاجه خالص والله، بسيط جدا وسهل جدا وضمن النظافه. ده تاني رغيف اهو. وشجعوني يا جماعه، ولو حد عنده اي استفسار، عنده اي حاجه عايز يعرف طريقه حاجه يقول لي، يبعت لي ويقول لي، وانا تحت امر اي حد هعملها لكم فيديو هنزلها لكم. بس اللي انا طالبه منكم حبايبي متابعيني حبايبي، شجعوني شجعوني بس انا نفسي القناه تكبر. ده تالت رغيف يا جماعه. بصوا يعني انا كنت اعمل الرغيف واحط، اوعي تعملي الرغيف وتركنيه وتسيبيه هيلزق معاكي. تعملي الرغيف وتحطي على الصينيه على طول. تحط ابص يا جماعه، بصوا بقى بصوا طالع ازاي وقابب كده وحاجه ما شاء الله، حاجه ما شاء الله. كنت بقى محضره صينيه وتاخدي رغيف رغيف كده وترصي في ريح بعضه تمام، بيطلع معاكي طري ميه طري ميه. وادي تاني، ده التالت تقريبا، تالت رغيف اهو. وعلى فكرة كمان ان انا العجين ده التقريص ده اتبقى معايا كام واحدة، انا عملتهم عيش اهو زي ما انتوا شايفين. شايفين يا حبايبي عملته عيش اهوت ابيض، يعني اتفضل معايا كام تقريصة. انا عملته عيش ابيض طالع زي الفل ازاي. يعني الحمد لله الحمد لله لا خسرنا حاجة ولا رمينا حاجة. وادي الحاجة طالعة قدامكم زي الفل. ادي العيش اهو. تشجيعة كبيرة لأم حنين يا جماعة. قولوا الله ينور عليكي. واللي عايز يعرف حاجة يبعت لي في الكومنتات ويقول لي وانا هعملها له وهصورها له وهعملها له. وادي الحواوشي، ادي الحواوشي ولون الحواوشي وحجم الحواوشي. ويا ريت كنت اقدر اللي انا اوريكم طعم الحواوشي، حاجة كده ما شاء الله، حاجة تحفة. الظهر والوش زي بعضه، طري مية يا جماعة، مستوي من جوه. اللحمة بتاعته تتبيلة هايلة.
ما شاء الله ما شاء الله، طريقة سهلة وبسيطة جدا. وانا بشجعكم ان انتوا تعملوا كل حاجة في بيوتكم. يا جماعة الحاجة بقت غالية، وبشجعكم ان انتوا تعملوا حاجة في بيوتكم باسهل الطرق وباسهل المكونات وباسهل اسهل حاجة. فيا ريت يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والمشاهده للاخر عشان تكبروا لي القناه. زي ما قلت لكم دي مصدر رزق ليا ومصدر رزق لعيالي. انا نفسي ان القناه تكبر وهتكبر بيكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدت منه. وزي ما قلت لكم شجعوني شجعوني شجعوني. يلا يا حبايبي اشوفكم على خير بفيديو جديد بفكره جديده بطريقه جديده لاكله جديده مع قناه يوميات ام حنين يا حبايبي.